أهلا بكم من جديد. أعلن أعضاء منشقون من جيش البوليساريو تأسيس كتيبة تشيرا التابعة للجناح العسكري لما يسمى بحركة شباب التغيير المعارضة لجبهة البوليساريو. وجاء إعلان الانضمام إلى حركة شباب التغيير نظرا للأهداف المشتركة التي تدافع عنها. بحسب بيان منشقين عزوا الأسباب إلى ما وصفوه بتشبث قيادة جبهة البوليساريو بالسلطة منذ 40 عاما دون تحقيق ما يستحق الصحراويين الذين تزداد معاناتهم في مخيمات تندوف جنوب الجزائر نظرا للتضييقات المستمرة والحصار على جميع الأنشطة خاصة الاقتصادية. الحملة الشنيعة والمضايقات التي تشنها الأجهزة القمعية لجبهة البوليساريو على شباب التغيير لمنعهم من مواصلة الإصلاح المنشود الذي هو إزاحة القيادة السياسية لجبهة البوليساريو. نوجه نداء إلى جميع التابعين للنواحي العسكرية لجبهة البوليساريو من أجل تأسيس كتائب حرة للدفاع عن أعضاء حركة شباب التغيير. معي مباشرة من الرباط دكتور عبد الفتاح البلعمشي رئيس المركز المغاربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات في الرباط. دكتور مساء الخير. إلى أي حد هذه الانشقاقات ستؤثر على البوليساريو؟ يجب أن نضع هذا الموضوع في سياق أنه منذ الأسابيع القليلة الماضية ظهر ما يسمى بشباب التغيير، هؤلاء الملثمون الذين يظهرون على شاشات التلفزة وعلى المواقع الاجتماعية يتحدثون في أشرطة قصيرة عن معاناة حقوقية، عن معاناة إنسانية، عن معاناة اجتماعية، عن حالات اغتصاب للنساء من طرف القيادة. هم بطبيعة الحال يتأثرون بالواقع الذي يحيط بهم إقليميا ودوليا. نحن نعلم أن المساعدات الدولية التي كانت من القوى المانحة تتوجه إلى مخيمات الحمادة للبوليساريو لم تعد بذلك السخاء الذي كان في السابق. هذا طرح عدة أسئلة، حتى أن تقرير السيد الأمين العام قبيل اجتماع مجلس الأمن أبريل الماضي يتحدث عن ضرورة استراتيجية لأن هذا المجتمع يجب أن يعتمد على ذاته. ولكن دكتور شباب التغيير يعني يسمون نفسهم شباب التغيير نعم. يتهمون البوليساريو بأنها متشبثة بالنزاع مع المغرب حتى تبقى تستغلهم وتستغل أوضاعهم في المحافل الدولية. أعتقد أن شباب التغيير هو لا يدعو بشكل مباشر إلى أن الصحراويين المتواجدين في مخيمات الحمادة هم مع الطرح الوطني المغربي، ولكن هذا يساعد من جانب مهم إلى لفت الانتباه الدولي إلى مجموعة من الأسئلة المطروحة. من المسؤول عن الأمن في هذه المنطقة؟ نحن نعلم أنه من الناحية الواقعية أن هذه المنطقة هي تراب جزائري. من المسؤول عن الأمن هؤلاء السكان؟ هذا كما أشرت مجتمع لا ينتج. ربما المجموعة البشرية في العالم التي ليس لها عمل، ليس لها تجارة، ليس لها مورد يمكن أن تعتمد عليه في بناء الذات. هذه معاناة إنسانية من نوع لم تشهد له البشرية مثيلا في مكان آخر. هنا يظهر أن الضغط الحقوقي الذي كان يمارس دوليا على المغرب في الأقاليم الجنوبية هو ينتقل الآن، وهذا سيساعد على إبراز الصورة كما هي وكما يدعي عدد من المنظمات غير الحكومية المغربية على أن الواقع هناك واقع ملتبس، واقع لا يعترف بحقوق الإنسان، واقع لا يعترف بالتداول على السلطة. هذا يساهم في ولكن هل تعتقد أن هذه الحركة شباب التغيير ممكن أن تحدث هذا التغيير الذي تتحدث عنه؟ يبدو أن هناك تطورات بدأت كما أشرت منذ أسابيع، إبان ظهور الأشرطة الأولى التي أعلنت عنها تلفزة العيون الجهوية، وهناك من بعد ذلك يعني بعض الأحداث التي وقعت، إبان تنظيم أحد المهرجانات السينمائية المغمورة بالمخيمات، ثم الآن نسمع أنباء عن ظهور جناح عسكري ومسلح لهذه الحركة. هذه تطورات بطبيعة الحال. نحن لا نريد مزيدا من الاقتتال في
هذه المنطقة، ولكن هذا بالضرورة كل ضغط من هذا النوع لا يمكن أن يولد إلا انفجارا لهؤلاء الشباب الذين لم يجدوا ذاتهم طيلة 40 سنة، وهم يحلمون بالاستقلال ويحلمون بالتغيير ويحلمون بشعارات كبيرة، ولا يجدون في الواقع يعني تفسيرا لها أو تنزيلها على أرض الواقع. دكتور عبد الفتاح البلعمشي، اعذرني ولكن انتهى وقتي. أشكرك جزيل الشكر، كنت معي من الرباط.